يقولون في السودان صراع بين عرب وزرقة، وفي شمال إفريقيا بين عرب وبربر، وفي الخليج بين عرب وفرس، وفي العراق بين عرب وأكراد وتركمان. العروبة عندنا ليست دما ولا جنسا، العروبة عندنا هي اللسان، من تكلم بها فهو عربي. من الذي خدم اللسان العربي لغة وبيانا وصرفا وبلاغة ونحوا؟ إنه سيبويه عربه اللسان. من الذي خدم التفسير؟ إنه الزمخشري عربه اللسان. من الذي خدم الحديث؟ البخاري والترمذي عربهم اللسان. من الذي خدم الفقه؟ إنه أبو حنيفة عربه اللسان. إذن العروبة ليست لأب ولا لأحد ولا أم، إنما العربية هي اللسان، فمن تكلم بها فهو عربي. ننأى بأنفسنا من أن نكون معبرا أو جسرا لتجزئة المجزأ ولتقسيم المقسم، إما على أساس عرقي أو على أساس مذهبي طائفي أو على أساس ديني.